ناس كتير بتبقى نازله الجيم جديد ومش عارفه تاكل ايه قبل التمرين وبعد التمرين. في الفيديو ده هعرفك ايه اهم الوجبات اللي انت ممكن تاكلها وتعتمد عليها بشكل اساسي. اول حاجه معانا هي وجبه قبل التمرين، من الوجبات المهمه جدا اللي بتخليك تقدر تكمل تمرينك يا بطل بشكل كويس جدا وبتمدك بالطاقه. طب بتتكون من ايه؟ بتتكون من عناصر غذائيه كتير اهمهم الكرياتين والكافيين. الكافيين ده موجود في القهوه، ده اللي بيخلي العقل يفرز هرمون انه يساعدك في الانتباه اكتر وتبقى مصحصح اكتر اثناء التمرين. تاني حاجه معانا هي الكرياتين. الكرياتين ده الكبد بيفرزه بنسب قليله جدا في الجسم، فده اللي بيخلي معظم لاعبي كمال الاجسام انهم يلتجئوا لمكمل الكرياتين. ما فهمتش؟ تعال اقول لك طيب تاكل ايه؟ تاكل مثلا موز، تاكل تفاح، تاكل تمر، تاكل شوكولاته داكنه، تشرب قهوه، وابعد تماما عن مصادر الطاقه المزيفه. طب زي ايه؟ زي الحلويات، زي مشروب الطاقه، كل الكلام ده فيه نسبه سكريات جدا وبيحسسك اللي انت هبطان بعديها. واهم حاجه انك تعمل لي فولو لايك عشان تشوف كل فيديوهاتي. تاني حاجه معانا في الوجبات هي وجبه ما بعد التمرين. ما بعد التمرين دي طبعا انت طالع يا بطل همدان من الجيم عايز تعوض اللي انت عملته، لازم وجبه بقى بعد التمرين لازم تكون فيها 3 عناصر اساسيه. 2 الكربوهيدرات. زي ايه الكربوهيدرات؟ زي البطاطس، البطاطا، الرز، الشوفان. تالت حاجه معانا هي الدهون، الفاتس. طبعا الناس بتقول يلا بينا بقى دي دهون بتنزل تاكل اي حاجه، طبعا الكلام ده غلط وغير صحيح. الدهون لازم تكون دهون صحيه. زي ايه الدهون الصحيه؟ زي عندك الفول السوداني ذات نفسه، زيت الزيتون. طبعا تبعد عن الزيوت اللي هي بتبقى من الذره والكلام ده. واهم حاجه انك تعمل لي فولو لايك عشان تشوف كل فيديوهاتي.